طبعا اخذت لي موز من البقالة، قسما بالله صخرة مو بموزة يا جماعة، شوفوا. وهذا اللي يصير مع الموزة إذا تركتها بالشارع 20 دقيقة. أنا الحين في أبرد سوق مفتوح في العالم، هنا في سيبيريا في ياقوتيا، درجة الحرارة -30 تحت الصفر. والله يا هي جميدة. تخيل إن درجة الحرارة هنا أبرد من الفريزر، درجة حرارة الفريزر -5 -10 تحت الصفر، هنا درجة حرارة 30 تحت الصفر. هذا هو السوق يا جماعة، تخيلوا الأسماك كلها مجمدة، كل شيء متجمد هنا. شوف يعني أنت تتكلم الفريزر -5 10 تحت الصفر، هنا الدنيا كلها متجمدة. السلام عليكم، خرشوه. يا حليله، هذا طلع مسلم ما شاء الله. طبعا هنا عندهم أعراق كثيرة في سيبيريا، وهذا هو أبرد سوق مفتوح في العالم، كل شيء متجمد. شوف البطة متجمدة. من قوة البرودة هنا إن الكاميرا تتجمد، الكاميرا أشغلها شوي واشبكها بالشاحن لأن البطارية خلاص توقف. طبعا هنا في شعوب سيبيريا أغلبهم عايشين على السمك، الأسماك هنا من الأنهار، يفتحون فتحة زي ما شفتوا بالفيديو ويصيدون السمك من وسط النهر. دنيا باردة شيء عجيب الصراحة يعني السوق. شوفوا يا جماعة متجمد، الأخطبوط والأسماك كلها متجمدة هنا، اللحوم كلها متجمدة، هالمدينة اللي يتجمد فيها كل شيء ما عدا البشر. شيء عجيب. خرشوه. سباسيبا. يا حليلهم يا أخي، شعبهم جميل جدا. أنا ما أعرف كيف يعيشون كل هذه المدة برا، يعني الدنيا برد، يجلس طول اليوم بالخارج. Если вот так тепло одеться и ничего, нормально. Стоим. Нормально, все хорошо. Это не первый год. Сколько часов стоите? С 9 часов до 7-8 вечера. سباسيبا. يا حليلهم يا جماعة، والله شعب سيبيريا يا أخي لطيف جدا. Температура какая была? Декабрь -50 с копейками. 50. На улице? Да. Нормально. Окей. سباسيبا. وهذا سوق اللحوم يا جماعة، تخيل اللحوم كلها متجمدة هنا. يا ساتر، يعني لقمة العيش هنا صعبة والله العظيم. الناس جالسة طول اليوم بالبرد. شوف الرجال، شنبه متجمد. بريفيت. طبعا من قوة البرد أنا شنبي تجمد، ما أدري شو أقول لكم أقسم بالله. شوفوا يا جماعة كيف شريحة من السمك المتجمد، هذا حتى بالفريزر ما يصير كذا والله العظيم. دنيا عجيبة هنا. بريفيت خرشو سعودسكا أرابيا. دا السلام عليكم. خرشو. هذا الأخ اللطيف من أحد الباعة المتجولون من قرقستان، فكثير عندهم هنا من الدول المجاورة. ما شاء الله في مكة، ما شاء الله تبارك الله. هذا صديقنا من قرقستان أحد الباعة المتجولون. بارك الله جزاك الله خيرا.